السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ نبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده الخميس زي ما كل مرة بنقول لكم كده ايه، احنا بنحب نلم بعضنا لأن بيبقى تاني يوم الأجازة، بنسهر براحتنا، بننام براحتنا، بنقوم براحتنا، فبنقعد ايه على قد ما تقدري تجمعي جوزك وعيالك حواليكي كده بأي حاجة بسيطة وبأقل التكاليف. النهارده بشوية فشار، ذرة فشار ومعلقه بيكنج باودر صغيره، هنعمل احلى طبق فشار. هنعمل طبقين، طبق ساده وطبق بالكراميل. هي وصفه وانا شفتها وجربتها ودقته الاول قبل ما انزل الفيديو، بس والله العظيم طلعت جميله. هنسمي الله ونشتغل. احنا معانا 3 معالق من ذره الفشار. انا قلت دي تجربه وانا ما رضيتش اكتر على فكره يعني، بس اهم حاجه ذره الفشار اللي انت تكوني جايباه يكون من حد مضمون عشان يتفاعل معاكي كله، ما فيش حاجه تطلع فيها ايه ما تشتغلش معاكي يعني. هنسمي الله وهنجيب بولة او حلة ستانلس ألمونيا اي حاجة، وهنحط فيها الزيت بتاعنا لازم يسخن او يقدح زي ما تقولوا. بصوا بقى كده، احنا بنحط اهيت والحلة سخنة، لازم الزيت معاكي يبقى سخن خالص. هنحط فيه ذرة الفشار ونبتدي نقلب فيه. عايزة تحطي له سنة الملح اللي انا هحطها دي تحطيها، مش عايزة تحطيها ما تحطهاش. انا حطيت سنه صغيره خالص عشان هناخد نص بالكراميل ونص ساده. قلت النص الساده لو طلع ماء عادب اللي عايز ملح يحط عليه، انما الكراميل كده كده انا مش هيحتاج ملح تاني. هنبتدي نقلب فيه لحد ما يبتدي يتفاعل معانا كده ويبتدي يفشر معانا الفشار بتاعنا. هنيجي مغطيين عليه وموطيين عليه كده، النار عاليه. هتبتدي انك تقلبي كده لحد ما يبتدي يتفاعل معاكي. اهي بص بقى كده بدأ اهوت يعمل اهوت يفرقع معانا ويتفاعل يفشر، تقولوها زي ما تقولوها يعني. اهي هنغطي عليه ونوطي عليه، مش نار واطيه قوي يعني، سنه كده سيكه وبتسيبيه. اهو بصوا كده حبايبي لحد ما يخلص خالص التفاعل بتاعه. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو اتعمل معانا كلنا اهو. مفيش حاجه فيه محروقه ولا حاجه فيه محببه زي ما هي. هننزله من على النار وهننزله وهنجوا مفضيينه في بوله تانية عشان يبتدي يهدى معانا. عبال ما يهدى هنبتدي نعمل الكراميل بتاعنا. انت عايزه تضاعفي الكميه دي بقى دي يرجع لك، بس والله كانت كميه حلوه مش وحشه يعني. هنجيب نص كوبايه من السكر. برضو عايزه تزودي انت زودي يعني، عشان انا قلت لكم انا ما عملتش الكميه الفشار كله، انا عملت نصه بس. هنجيب نص كوبايه من السكر، عليها ربع كوبايه من الميه او اقل كمان، وهنسيبها على نار هاديه شويه كده. اول ما تبتدي تسخن او تطشطش كده في قلب بعضيها بنيجي موطيين النار عليها سيكه. اهي كده اول ما يبتدي يتفاعل كده بنبتدي ايه نوطي عليه النار بقى. عايزه تقلبي من القلب بس، ما تجيش يم الحروف خالص عشان ما يخرصش منك السكر بتاعك ما يخرصش منك. وعلى فكره ممكن وانتي بتعمليه كده برضو يحبب منك، بس ما تخافيش على نار هاديه بيرجع يفك تاني. هنبتدي نكرمله او نغير اللون بتاعه. اللون بتاعه ده يرجع لك انت، عايزه تزوديه الكرمله بتاعته، عايزه تغمقي اللون، عايزه تفتحي اللون، ده يرجع لك انت. اهم حاجه ما يمررش منك، من غير ما بتحطي عليه ليمون ولا بتحطي عليه فانيليا ولا حاجه. بصوا كده اللون بتاعنا بدأ يتغير كده. هنجيب بقى ربع معلقه بيكنج باودر. هتقولي بيعمل ايه البيكنج باودر؟ هتشوفوا الفوران اللي هيحصل دلوقتي في السكر المكرمل ده، بيبتدي يفور ويزيد كده، بتيجي مطفيه عليه النار على طول. ونبتدي نفضي حبه منه كده في بوله ونحط عليه جزء من الفشار اللي احنا ايه هنكرمله، وتقلبي واحده واحده كده مع بعضنا. هينشف منك هيمسك منك، ما تخافيش. اول ما يبتدي يفك بايدك او بالمعلقه بتبتدي تفرقيه عن بعضه، بس انتي تشتغلي فيه على طول وهو سخن. هيلزق منك او هيلزق في المعلقه ما تخافيش خالص، اشتغلي وما تقلقيش يعني. مش الفشاره مش هتطرى منك او هتبوظ منك او هتنتنى منك، لا، هتبقى زي ما هي. هنشوف دلوقتي مع بعضين. انا عملت جزء صغير كده قدامكم، كميه صغيره كده
عشان اللي لسه اول مره يعمله. بتبتدي تقلبي واحده واحده، هو بيبقى تقيل كده في الاول، بس اول ما نحطه بقى هنجيب دلوقتي ورقه زبده، هنحطها. لو ما عندكش ورقه زبده، كراسه رسم، ورقه كراسه فاضيه بس تعصيها نقطه زيت كده بس. انما ورق الزبده عامه يعني الطبيعي ما بيلزقش فيه حاجه. انا حطيته ورحت حاطه عليه الفشار، وبدات افرد فيه واحده واحده على بال احنا ما فضيناه. كان برد معانا، يعني تبتدي عايزه تشتغلي فيه بايديك اشتغلي عادي. اهو بصوا، هو متهيأ له كده ان هو لازق، لا هو ماسك في بعضه بس، عشان ده طبعا سكر وسخونيه وكده، بيبقى عامل زي العسليه. يعني الناس اللي بتعمل عسليه بره بيبقى الحاجه في ايديها بتبقى ناشفه كده، بس هي طبعا ليها صنعتها وبتشتغل فيها على طول. احنا هنفضيه كله قدامكم دلوقتي، ونبتدي نفرد فيه بايدينا. كده السخونيه بتاعته بقت عاديه، يعني تقدري تشتغلي فيه بايديكي عادي من غير جوانتي ولا حاجه. وطريقه التقديم دي بقى ترجع لك انت. اهي بصوا، انا بفرق فيه وبفرغ فيه كده اهو. هنحط الباقي ونكمله ونرجع لكم تاني نفضيه كله في طبق. بصوا اهو. دي بقى الكميه اللي انا كانت في البتاع بقى بكملتها. وزي ما انتم شايفين، بصوا قدامكم اهي، بسم الله ما شاء الله، طعمه كان زي السكر. بصوا الجمال، بحاجه بسيطه زي ما قلت لكم هتعملوا كل حاجه حلوه في بيتكم. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك، كومنت حلو وشير، وفعلوا زر الجرس عشان ينزلكم كل جديد. جربوها وقولوا لي طلع معاكم عامل ازاي، بس اهم حاجه ما تمرروهوش وما تحرقوهوش. عملنا حبه من ده وحبه من ده زي ما قلت لكم اهوت. انا كنت بجربه، مش هنقول لك انا كنت عملته قبل كده، انا جربته وقلت هدوقه الاول وبعد كده اقول لكم، بس والله طلع جميل.